البطاطا 10 دراهم، السردين 25 درهم في الأسواق المغربية. المغرب دولة فلاحية كيعتمد الاقتصاد ديالها على الفلاحة والصيد البحري، اللي كان كيدبر هاد القطاعين هو رئيس الحكومة الحالي السيد عزة خنوش، اللي كان وزير الفلاحة ووزير الصيد البحري، يعني اللي ما يزيد على 13 سنة. دار ما يسمى بالمخطط الأخضر ودار ما يسمى بالمخطط الأزرق، اللي للأسف عطانا البطاطا ب 10 دراهم و السردين سمك السردين ب 25 درهم. والفقراء في البلاد كيعتمدوا على البطاطا وكيعتمدوا على السردين، يعني الا بغينا نقولوا حنا ديال الدراوش. البير شنو هو انه المغرب يصدر هاد البطاطا وهاد السردين وغيرها من المنتوجات، وكتلقاها في الاسواق الخارجيه بثمن اقل باش معروضه هنا في السوق الداخلي.